المحكمة الدستورية يشير إلى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهي تعني الأحكام القطعية قطعية الثبوت والدلالة باعتبارها الأحكام التي لا يجوز الاجتهاد معها، وهي تمثل المبادئ الكلية والأصول الثابتة التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا. وتواصل لجنة ال50 اجتماعاتها المغلقة للانتهاء من مواد الدستور كافة، خاصة تلك التي لم تحظى بتوافق عام، وفي مقدمتها تحديد نسبة التمييز الإيجابي وإمكانية عودة غرفة برلمانية ثانية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر مجلس الشورى حيث انعقاد لجنة ال50 زميلنا وموفد التلفزيون أحمد وجيه. أحمد، بعد التحية ضعنا أكثر في تفاصيل الانفراجة التي حدثت بشأن ديباجة الدستور، وهل تم الاتفاق بالفعل على النص على مدنية الدولة بها؟ كما قرأت النص زميلي محمد، هو تم الاستعواض عن لفظ مدنية الدولة بأن تكون الدولة حكمها مدني. مدنية الدولة أو كلمة مدنية أو لفظ مدنية تم استبعادها من النص، ولكن استعوضوا عنها بمسألة أن الحكم مدني، على اعتبار أن مدنية الدولة قد تثير لبسا في المفهوم، وقد يثير للبعض مخاوف أن تكون الدولة بهذا النص هي دولة علمانية، ولكن الحكم مدني أي أن الحكم هو الذي يكون مدني، لا هو ديني ولا هو عسكري. نعم. وبالتالي استقر جميع الأطراف التي كانت تختلف حول هذه الديباجة على أن يكون النص الديباجة أن الدولة حكمها مدني. والأطراف اللي كانت مختلفة كما تعلم زميلي محمد هي حزب النور وممثلي الأزهر من جهة، ومن جهة أخرى عدد كبير من أعضاء لجنة ال50 بالإضافة إلى ممثلي الكنائس الثلاث. إذا المسألة هذه حسمت، ولكن تبقى المسألة الأخرى وهي مبادئ الشريعة الإسلامية. تم أخذ النص أو تعريف مبادئ الشريعة الإسلامية من نص المحكمة الدستورية الذي كانت عرفت به مبادئ الشريعة بأنها الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وبالتالي لا يجوز وضع الاجتهادات الشخصية أو الاجتهادات من الفقهاء في مقام هذه النصوص. نعم أحمد، طيب ما هي المواد الأخرى التي تم التوافق بشأنها، وأيضا متى يبدأ التصويت النهائي العلني على مواد الدستور؟ حتى هذه اللحظة نحن الآن في انتظار مؤتمر صحفي سيخرج علينا الأستاذ محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة ال50 للإعلان عن الانتهاء من كامل مواد الدستور. بالفعل قد التقينا به صباح هذا اليوم، والتقينا مع بعض أعضاء لجنة ال50 قالوا أنه تم الانتهاء بالكامل من مواد الدستور، ولكن بقيت بعض النقاط التي تثير جدل وسببت بالأمس في الجلسة التي امتدت حتى الساعة 12:30 من بعد منتصف الليل. كان هناك خلاف حول نسبة التمييز الإيجابي، ولكن استقرت اللجنة على أنه لا تمييز إيجابي لأي فئة، وترك ذلك للمشرع، وهو حاليا في الفترة الحالية يكون رئيس الجمهورية. أيضا المسألة الخاصة بالنظام الانتخابي قد حسمت أو تم رفع توصية بشأنها إلى رئيس الجمهورية أن تكون نسبة النظام الانتخابي هي الثلثين للفردي والثلث للقائمة. ونحن الآن كما تسمع معي جرس الجلسة. نعم. قد نبدأ المؤتمر الصحفي الذي قد يعقده الأستاذ محمد سلماوي بعد قليل. طيب أحمد، سريعا ماذا عن التمييز الإيجابي في المجالس المحلية كما ورد على لسان المتحدث باسم لجنة ال50؟ التمييز الإيجابي بالنسبة للمجالس المحلية بقي كما هو 25% للمرأة و25% للشباب، ولعل هذه النسبة تشمل في طياتها أيضا أن يكون من بينهم نسبة من الأقباط، أو أن يكون من بينهم أو ستشمل هذه النسبة أقباطا أيضا أو ذوي الإعاقة. وبالتالي تم الاتفاق بالمجالس المحلية في تحديد النسبة، ولكن في المجالس النيابية لا وجود لتمييز للكوتا سواء للمرأة أو للشباب أو للأقباط أو حتى للعمال والفلاحين. نعم أحمد وجيه موفدنا للجنة ال50، شكرا جزيلا لك. يسود الهدوء محيط مجلس الشورى وميدان طلعت حرب بوسط البلد، في حين دعا